طفل حافظ أغاني وبيفتح يوتيوب وبيضحك أول ما يسمع إفيه، بس ما يعوز يشرب يا إما يشد إيد مامته أو يعيط. إزاي طفل شكله شاطر بس مش قادر يطلب أبسط احتياجاته؟ الحقيقة إن دي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتلخبط الأهل، لأنهم بيشوفوا ابني ذكي بيشغل الفيديو لوحده، حافظ أسماء شخصيات وبيردد الكلام وحافظ أغاني، لكن السؤال المهم، هل هو فعلا بيتواصل ولا مجرد بيكرر الكلام؟ الفرق كبير جدا. في عيادات التخاطب بقينا نشوف أطفال كتير عندهم نفس النمط. طفل عنده 2 أو 3 بيقعد بالساعات قدام الشاشة يحفظ مقاطع ويردد أغاني ويقول جمل من مسلسلات كرتون، لكن لما يعوز حاجة ما يقولش افتح، ما يقولش جعان، ما يقولش عايز ألعب. يعني عنده لغة مخزنة لكن للأسف مش لغة وظيفية، وده لأن اللغة مش مجرد حفظ كلمات. اللغة الحقيقية هي طلب، رفض، سؤال، تعبير، تفاعل اجتماعي حقيقي بيوصل لأهداف الطفل عايزها. يعني الطفل محتاج يتعلم يستخدم الكلمة مش بس يسمع. خليني أوضحها بتجربة بسيطة. تخيل طفل بيتفرج على فيديو فيه يلا هات الكورة، فين القطة، يلا نلعب. هو بيسمع وبيشوف وممكن يحفظ، لكن الشاشة مش مستنية الإجابة بتاعته. مش هتبصله وتقوله قول تاني أنا مستنية، ممتاز، برافو عليك، لأن التفاعل البشري فيه عنصر خطير جدا وهو الاستجابة الفورية، وده اللي الدماغ محتاجه علشان يبني اللغة. في دراسة شهيرة من University of Toronto على أطفال صغيرين لقوا إن كل 30 دقيقة إضافية أمام الشاشات ارتبطت باحتمال تأخر اللغة التعبيرية عند الأطفال. يعني مش بس عدد ساعات كبير قدام الشاشة، حتى الزيادة الصغيرة ليها تأثير تراكمي. ودراسة تانية في جاما بيدياتريكس دعمت إن التعرض المفرط المبكر للشاشات ممكن يرتبط بتأخرات في اللغة والانتباه والتفاعل الاجتماعي والتركيز. وده مهم جدا، لأن المشكلة مش في الكرتون نفسه، لكن في اللي الطفل بيخسره وهو قاعد بيتفرج على الكرتون. بيخسر حوار، لعب، تواصل بصري، تبادل أدوار، إنه يقرأ تعبيرات الوش. يعني ببساطة الشاشة ممكن بتدي محتوى بس ما بتديش تدريب حقيقي على التواصل. طيب خلينا ناخد مثال حقيقي من الواقع. طفل بيتفرج على فيديو لتعليم الألوان، أحمر، أزرق، أصفر، ممتاز جدا، لكن لما تسأله هات لي اللون الأحمر، فين اللون الأزرق، الباب ده لونه إيه، تلاقي الطفل بيسكت. يا ترى ليه؟ لأن المعرفة لوحدها مش كفاية، لازم يفهم، يعالج، يربط، يرد، وده مش بيحصل غير في التفاعل الحقيقي. الأم لما تسأله فين الكوباية وتستنى وتشجعه وتفرح بمحاولته، هنا اللغة بتتبني. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كمان أكدت إن الأطفال 18-24 شهر مش لازم ابدا يقعدوا قصاد اي شاشه، وان التواصل الوحيد المفيد ليهم هو التواصل المباشر مع الاهل في العالم الحقيقي. ليه؟ لان الدماغ في المرحله دي بيتاسس عن طريق اللمس، السمع، استخدام الحواس في تفاعل حقيقي. يعني اللغه بتتشكل من الخبره الحسيه مش مجرد التحفيز البصري السريع. ودي نقطه مهمه جدا، لان اغلب الشاشات سريعه قوي، لقطات بتتغير والوان فاقعه ومثيرات واصوات، وده بيخلي المخ يتعود على مستوى عالي جدا من التحفيز. لما تقارنه بالحياه الحقيقيه اللي هي فعلا ابطا، الطفل غالبا هيمل. هتيجي تقرا له كتاب مش هيرضى يسمعك، هتيجي تلعب معاه بالكوره هيرفض، تيجي تكلمه هيحس ان الكلام ده مش مثير خالص وهيمل منك. لكن هل معنى كده ان التكنولوجيا وحشه؟ لا، المشكلة مش في وجود التكنولوجيا، المشكلة استخدامها كبديل تربوي. يعني لو الشاشة شغالة طول اليوم علشان الطفل يسكت بس، تأكيد ده غلط، وهنا بقى الخطر الحقيقي. لكن لو مدة محدودة، محتوى مناسب، مشاركة من الأهل في نقاش أثناء وبعد المشاهدة، هتلاقي تأثير مختلف تماما وأفضل بكتير. يعني مثلا بدل ما الطفل يتفرج لوحده على فيديو للحيوانات، ممكن الأم تقوله ده أسد بيقول إيه، ده فيل بيقول إيه، فين الأكبر، فين الأصغر. هنا الشاشة اتحولت من أداة سلبية لتفاعل لغوي. القاعدة الذهبية، لو الشاشة أخدت مكانك هتقلل من فرص تطور اللغة عند ابنك، لكن لو استخدمتها معاك ممكن تبقى أداة. طيب في علامات مهمة جدا لازم تنتبه لها. لو طفلك بيكرر بدون فهم، يستخدم ايده او ايدك بدل ما يعبر بكلام، ما بيطلبش لفظيا الحاجة حتى لو هو عايزها، تواصله البصري ضعيف، مش بيبص في عينك، يتعلق بالشاشة بشكل مبالغ فيه، تقدر تقول شكل ادماني كمان، لازم هنا تراجع نمط يومه وتحاول تغيره. والحل العملي هنا هو تقليل وقت الشاشة، مش توقفها نوبة واحدة، وتزود اللعب التفاعلي، قراية الكتب، اللعب الحركي، اللعب الحسي، وتكلم طول اليوم. فين الجزمة، يلا نلبس، افتح الباب، عملت ايه. خلي طفلك يبذل مجهود تواصلي. يعني بدل ما تتوقع احتياجه فورا وتديهوله، استنى محاولة، صوت، اشارة،
كلمة، يعني اخلق فرصة للكلام من ما فيه، وافتكر ان ابنك مش محتاج بس يقعد يسمع كلمات، ابنك محتاج يعيشها، محتاج حد يرد عليه، يبصله، يفرح بمحاولته، يخليه يحس ان للكلام قوة. انا بتكلم فبوصل للحاجة اللي انا عايزها، انا بتكلم فبعبر عن اللي جوايا فبيحسوا بيا. في الاخر الشاشة ممكن تعلم اغنية، لكن انت اللي بتعلم التواصل. الشاشة ممكن تشتت، لكن وجودك انت هو اللي بيبني اللغة. ابنك مش محتاج شاشة تفهمه، ابنك محتاج لك انت.